نطلع لحم مش عارفين مين اصحابه مين. انا طول الليل انادي على ابني، طول الليل انادي عليه، طول الليل اقول بلكي يسمعني. رنيت على جواله رن، صرت اقول له يا رد علي ان شاء الله رد علي. روحي راحت، حياتي راحت بعده، بقدرش اعيش من بعده. انا بطلع في الليل بقعد ازعج عليه يا صبح وانا ماشي، بيمسكون الناس يفكروني انجنيت. انا ما انجنيتش، انا بدور عليه. كنت في بيتي قاعد في امان الله انا والمخلين عندي من جباليا، فجأة سمعنا صوت انفجار قوي جدا، نزلت زي المصروع. هذه داري، هذه داري، وهنا دم ابن ابني ولقدام دم ابن بنتي. الواحد لما بيستشهد ابنه وبدفنه كامل بيبقى معتز فيه، لكن لما بيكون اشلاء مش عارفوا مين هو بيقول والله دفنته اشلاء يمكن مش الي. في المستشفى واحد قال لي في نعيم ابن ابنك استشهد وابن بنتك استشهد، وانا بدي افقع هذول 4 انفار من عندي. وجوهنا احنا بنغسله بدم، ليه؟ هذا شرف، الدم هذا شرف إلنا. اول ما خشوا جماعتنا استنكروا والكل صار يقول هذول غلط يخشوا. لهم من وين خشين؟ وين خشين اراضينا، مش خشين اراضي غيرنا. انا بقول لحتى الان لابناء حي الشاطئ ما تسيبوش دوركم، ما تغلطوش الغلطه الثانيه تبعت اجدادنا. ضلكوا صامدين، بنموت حتى لو ضل واحد عايش.